من غير ما ندهن ورقة ورقة ولا نتعب نفسينا ولا كمان نسقيه بالشربات. هنعمل بقى طريقة حلوة جدا للجلاش. لفة جلاش بقى عندك في الفريزر كده، طلعيها واعملي أحلى طريقة من غير ما تسقيه بالشربات ولا أي حاجة. تحفة يا جماعة، وما بياخدش غير دقايق في تحضيره، والطعم خطير جدا. لو جربتيه مرة هتعشقيه. يلا نسمي الله ونصلي على رسول الله. ندخل نشوف الطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه جبت لفه جلاش كانت متكسره ومتبهدله عندي في الفريزر ومش نافعه خالص. جبتها كده وقطعتها كده زي رول زي ما هي، وبدات اقطعها شرايح بالشكل ده. الطريقه دي بتبقى منجزه يا جماعه معاكم، وكلها بتدهن كده وبتتسقى بالزبده او بالسمنه، وبتبقى طريقه سهله جدا من غير بقى ما نفرد ورقه ورقه ولا اي حاجه. جهزت بقى حوالي كده نص كوبايه من الزبده، وجبت صينيه مقاس 30 ودهنت الصينيه مقاس 30 دي كويس جدا بالشكل ده، الحروف بتاعتها، وبدهنها من كل اتجاه. وخليت بقى الزبده اللي انا مسيحاها كده على جنب. تقدري تستخدمي سمنه، وسمنه بتكون افضل كمان. جبت بقى الجلاش اللي انا مقطعاه شرايح بالشكل ده، وبدات افرطه كده واوزعه في الصينيه. لازم نفرطه من بعض كويس جدا علشان يطلع معاكي كده مورق ومظبوط قوي. تقدري كمان بنفس الطريقه دي تعملي جلاش حادق وتحشيه اي حشوه انت حباها. الطريقه حلوه جدا يا جماعه، والجلاش بجد في الفريزر بيبقى منجز معاكي. تعمليه فطار او غدا او عشاء، او تعمليه كمان حلو، بيبقى حلو جدا ويعني بيبقى موفر جدا كمان. نزلت بقى كل الجلاش اللي انا قطعته بالشكل دوت، حتى الجلاش المتكسر المتفرفت الصغير دوت حطيته برده، وبدات ان انا اوزعه كده في الصينيه واوزع عليه الزبده. بوزع عليه الزبده كده وبضغط بالفرشه علشان الزبده كده تتغلغل جوه الجلاش وكله يتسقى بالزبده كويس جدا. طبعا الجلاش لازم يتسقى كويس جدا بالزبده علشان ما ينشفش معانا. سقيته كله بالشكل دوت، وهدخله فرن ساخن على درجه حراره 200 في الرف الاوسط. اول ما يبدا الحروف تحمر معايا وتاخد لون بشغل الشوايه على طول. دلوقتي بقى هنعمل صوص حلو قوي هنسقي بالجلاش. جبت حله وجبت نزلت فيها كده بكوبايه ونص من الحليب، وعليها كده 4 معالق كبار من السكر، ومعايا بقى ظرف كريم كراميل. هسيب الصوص على جنب، ممكن استخدمه في الاخر، وهنزل بالبودر بتاعه الكريم كراميل. بيبقى الصوص ده خفيف يا جماعه وحلو جدا، احلى من الشربات مليون مره كمان. هقلبه كويس جدا على البارد، وبعد كده ارفعه على النار لغايه ما يوصل لمرحله الغليان. بطفي عليه على طول. هنا بقى الجلاش كنت لسه مخرجاه من الفرن سخن مولع، وكمان الكريم كراميل اللي لسه طافيه عليه. بصوا المنظر، يعني اول ما اشغل الشوايه كده ابدا احط الكريم كراميل على النار على طول، علشان الاتنين كده يطلعوا من على النار مع بعض. سقيت بقى الجلاش بالكريم كراميل او صوص الكريم كراميل بالشكل ده، بيتشربوا على طول وبيبقى طعمه خطير. احلى فطيره بجد ممكن تعمليها، والولاد بيحبوه جدا، واحلى من الشربات مليون مره كمان. وزعت كده عليه الكريم كراميل، وهبدا كده احرك الصينيه علشان كلها تتشرب من الكريم كراميل. بسيبها خالص لغايه ما تتشرب الكريم كراميل بتاعها، وبعد كده على طول ببدأ أزينها بقى بأي حاجة. ممكن جوز هند وزبيب زي ما أنا عملت كده، وممكن أي نوع من أنواع المكسرات، وممكن تسيبيها سادة زي ما هي جنب كوباية شاي بحليب بقى. خطيرة يا جماعة، وحاجة لذيذة وجميلة وتحلوا بيها كده بالليل. وزعت كده عليها الزبيب بالشكل ده، ودلوقتي هنقطعها مع بعض. هتشوفوها بقى من جوه مورقة وجميلة جدا، وكلها كده طرية، وبجد حاجة حلوة قوي وما يتشبعش منها أبدا، وخصوصا بقى لما تتاكل دافية كده رهيبة. بصوا بقى الجمال تحفة. وهوريكم كمان التسوية من تحت زي من فوق. بصوا طري ازاي معايا، بجد احلى فطيرة ممكن تاكلوها. خطيرة يا جماعة. اتمنى يكون النهاردة الفيديو والوصفة والطريقة عجبتكم. ما تنسوش يا حبايبي لايك كتير للفيديو عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد. تعليق حلو منكم، تعليقكم بيفرحني جدا، وشير كمان كتير للاصدقاء عشان الكل يشوف الوصفة ويستفاد منها وينفذها. اترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.